السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك معانا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. صباحكم فل، صباحكم قشطة، صباحكم نادي زي السكر في الزبادي. انا بحبكم كلكم بجد والله، عايزة اقول لكم ان في الله بحبكم. قبل اي حاجة كده تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وندخل على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا هنعمل ايه النهاردة. بصي، في شركة اسمها شركة يوميات نانا يا جماعة، متخصصة في السوشيال ميديا. تمام. الشركة دي بتفتح لك قناة على اليوتيوب او على الفيسبوك او انستا او تيك توك، اي حاجة تخص السوشيال ميديا متخصصة فيها. سيب لك رقم الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت لو حابة تكلميه وتتواصلي معاه. تمام، قشطة زي الفل. الشركة دي لو انت حابة تفتحي قناة هي بتساعدك في فتح القناة. بتساعدك ازاي؟ حطي تحت بتساعدك دي 30-40 خط. يعني انا مثلا واحدة عايزة افتح قناة مش عارفة افتحها، اعملها ازاي؟ هما بيفتحوها. طبعا بيبقى ليهم شروط وحاجات كده، لما تكلمي الباشمهندس هو هيفهمها لك. تمام تمام. تعالي بقى ندخل على الفيديو بتاعنا اللي مدلعنا والهم والغلب والقرف اللي احنا فيه دايما وابدا. الأوضة زي ما انتوا شايفين كده، تقلب عليها واطيها، غسيل نضيف على مش نضيف على يا لهوي يانا. والله يا جماعة عايزة اقول لكم ان انا بجد بصراحة يعني بأمانة أنا محتاجة إعانة ومساعدة من أي أم بتشوفني بتتابعني تقولي أعمل إيه في أوضة الولاد دي. بصراحة أنا تعبت بجد. أنا يعني ممكن الأوضة دي بيتغير فرش السرير بتاعتها والأرض 3-4 مرات في الأسبوع. يعني لو في ناس تانية أنا أعرفها يعني بيسيبوا فرش السرير ب3-4-5-6 أيام عادي ما بيتغيرش. أنا بقى مشكلتي الكبيرة فرش السرير، لو قعد أكتر من يوم تالت يوم ده بحس ان انا كده ايه، لا قلت ادبي، لازم نغير فرش السراير ولازم اهوي الاوضه. الاوضه دايما متهويه زي ما انتوا شايفين. ده الروتين ده كنت بعمله بالليل. عايزه اقول لكم ان انا كنت تعبانه تعب جامد جدا 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 وما زلت والله العظيم تعبانه. انا بسجل لكم ودني مش حاسه بيها خالص من الوجع، مش عارفه ابلع ريقي كويس، عندي احتقان تقريبا. هو ده دور برد كده مروقني، مروق الاناني يروق. والله زي ما انتوا شايفين كده. المهم صلوا على النبي وزيد النبي صلاه، وحدوا الله واستغفروا ربنا كتير كتير علشان ربنا ييسر لنا امرنا كده ويهون علينا الايام الصعبه اللي احنا فيها. صيام بقى حلوه او وحشه، ربنا يا رب يجعل لكم السعد والفرح والهنا وكل حاجه حلوه في حياتكم، امين يا رب العالمين. انا بشكركم جدا من كل قلبي، بشكركم قوي قوي قوي، لان انا بشوف ناس كتير يعني بيدخلوا لي على الخاص ان انا انتي ليه مش بتنزلي فيديو كل يوم؟ يا جماعه غصب عني، لان ده ضغط جامد عليا قوي ان انا انزل فيديو كل يوم، لان انا تعبانه شويه ومش قادره. يعني انا فاكرين روتين الريسبشن لما انا كنت غاسله الانتريه؟ ده بقاله شهر وشهر ونص كمان والله، بتهيألي اكتر يعني. ما والله ما عملته لحد دلوقتي. الحفه دي هغسلها لان انا كنت غاسله البطاطين اساسا. كنت غاسله البطاطين بتاعه الولاد وكنت حاطه لهم للحفه دي والبطانيه دي، فهغسل البطانيه وهغسل الجزء للحفه، لان البطانيتين الكبار التقال بتوعهم انا كنت غسلاهم ونشفوا وهدخلهم معاكم دلوقتي. بصي، اهم حاجه بتحسي كده براحه نفسيه. والله يا جماعه بجد انتوا زي كده، اللي زي يكتب لي في الكومنتات. انا بحس براحه نفسيه بجد لما بروق كده وبرش معطر وبشغل بخور. على فكره انا بولع بخور بس بعد ما بفصل معاكم، لان انا بروح المطبخ بقى وباخد في سكتي كده المطبخ، الحاجات اللي في المطبخ بغسلها وبنضفها وبروق. بصوا انا بقالي فتره مش عارفه اصور، يعني ممكن نقول من اول الامتحانات ما خلصت والاجازه بدات هو فيديو واحد اللي انا صورته. فيديو واحد قسما بالله عز وذل وحياة كتاب الله، هو فيديو واحد الوحيد يوحد ربنا اللي انا صورته. ومش عارفه ليه، لان انا تعبانه بجد والله يا جماعه، نفسيا وجسمانيا يعني صحيا مش مظبوطه كده. كنت عند الدكتوره كمان من كام يوم كده، فمش مظبوطه خالص، ومزاجيا برضو نفس الكلام. المهم يا بنتي يا نانا بطلي بقى طاقة سلبية، هي مش ناقصة يا ست الكل، يعني الناس ربنا اللي عالم بيها. حد هيقول لي المرتبة دي ايه؟ مرتبة سفنجة يا جماعة، حطها فوق المرتبة القطن. بصراحة انا يعني عرضهم للبيع المراتب، 3 مراتب القطن دول انا عرضهم للبيع عامة يعني. فاللي محتاجهم يكتب لي في الكومنتات. المهم عايزاكم كده تصلوا على النبي وتزيدوا النبي صلاة دايما كتير كده، وتشجعونا الفترة دي يا جماعة بالله عليكم، بس عشان خاطر ربنا
نشاهد الفيديوهات، ويا ريت بس نرفع لايكات الفيديو على قد تعبي وشقاية فيه. يعني ارفعوا لنا لايكات كده، وحسسونا ان احنا فعلا يعني انا عارفة ان انتوا بتحبوني والله العظيم، ودي حاجة انا واثقة منها، بس حابة ان انتوا تشجعونا برضو الفترة دي شوية. حتى انا المساند دي يعني ناحية الحيطة، لان احمد بيحب يدخل في الأوضة عند اخواته، دي أوضة اخواته، فبيدخل يقعد يلعب بقى ويقعد يرازي فيهم ويزهق فيهم ويتعب فيهم، فبحط له المساند دي، بخاف عليه من الهوا. اخر العنقود بقى يا جماعة، وهو اساسا تعبان وضعيف، فمش بيستحمل حاجة، يعني جسمه ضعيف ما بيستحملش. المهم بقى عايزاكي كده دايما وانتي شغالة ادعي من ربنا دايما، لو انتي مظلومة او حد ظلمك، حاسبيني ربنا بقلب كده، بقلب. والفترة دي احنا في ايام شتاء، والشتاء كتير، الشتاء كتير الفترة دي. يعني عايزاكي بقى وانتي الشتاء نازل عليكي كده، يا خراشي اللي انتي عايزاه ليه، اللي انتي شايفاه كله اعمليه. والله العظيم هقول لك ايه، بس هقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يظلمنا ويجي علينا، امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، شلت دايما بتسأل سؤال، بس بتسأله من مزة وسكر وعسل، واحدة صاحبتي كده. يعني انا ما تبقيش تغطي للولاد المراية في الأوضة. بصوا يا جماعة، المراية عامة مبدئيا كده كده انا بغطيها. ليه بقى؟ لان انا عندي قرد عند احمد شقي جدا. فانا من وقت ما المرايه دي كانت هتقع عليه تعوره، فانا بقيت بخاف عليه جدا، بقيت احطها في الارض. يعني المفروض ان هي تبقى تتثبت في الكومود اللي قدامك ده عشان تبقى سراحه، لا انا بقيت شلتها من الكومود نفسه وحطيتها فين، حطيتها في الارض، علشان بس علشان ما تقعش عليه. وانتوا شايفين يعني احمد جثته ضعيفه، لو وقعت عليه ده احمد يقوم رايح فيها، بعد الشر عليه، يعني عدو اللي يكرهه يا رب. وربنا يخلي لكم ولادكم وحبايبكم، امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده بيوقع لي الحاجه تحت والله زي ما انتوا شايفين، طلعت الكوبايه دي كان فيها حاجه ساقعه كان كببها في الارض. اخواته ما رضيوش يقولوا لي، قلت لكم اشيل ال- المكته دي اغسلها، والسجاده دي نفضتها كده. هي حافظه تركي وعاملاها 2، يعني هي حافظه تركي كبيره وانا اسمها 2. بمسح طبعا المشاية الكهرباء دي. سألتوني كتير انت يا نانا مش بتمشي عليها، والله لا يا جماعة، والله العظيم من يوم ما جبتها افتكر ما مشيت عليها غير 2-3 ومحطوطة اهي بقالها كام سنة تهيالي. والله موتورها يعني كان في اخر مرة كده كان في عندي فيه مشكلة، فما لا صلحتها ولا نيلتها، لان الدنيا مش مستحملة. يعني انا كفاية علينا الكليات ومصاريفها والدروس ومصاريفها بتاعت الثانوي العام انتوا عارفين وحاسين بيا بقى، حسوا بيا، حس بيكوا ربنا حسوا بيا. عايزه اقول لك بقى، الفيديو اللي فات فيه كذا كومنت جالي كده جميل قوي، ان انا كلامك حلو جدا على ان انت دايما لما حد يكون مزعلك او مضايقك ان انت تحاسبيني ربنا، وما تبينيش ان انت انسانه شرسه، او ان انت تنزلي لا انا هاخد حقي منك بدراعي وانا هاخد حقي منك بدراعي. لا 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 لا، سيبي الدراع ده في الاخر، يعني سيبي القوه دي في الاخر، خلي قوتك في الاخر. انتي بس حاسبيني ربنا، وربنا هيجيب لك حقك اكيد. صدقيني كنت باخد صوره هنا يا جماعه، يعني معلش متاخدوش بالكم يعني. تمام. ربنا هيجيب لك حقك صدقيني والله العظيم. احلى حاجه لما تكوني انتي مظلومه بقى، يعني وحد يكون ظلمك وجاي عليكي. وبعدين هقول لك على حاجه، في سيئه شخصيات سيئه جدا 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 جدا، بتكوني انتي عارفه ان هم دول ناس سيئين، فانتي شايفاهم كده وعارفه واثقه ومتاكده ان دول ما يتعاشروش وناس يا خراشي، فاهمه ازاي؟ فانتي تبقي احسن مننا، لا ما ينفعش ابدا. لا بصي، انتي وحشه واحنا واثقين ومتاكدين ان انتي حلوه وكويسه، بس احنا عايزين نثبت لنفسنا ان انتي وحشه عشان انتي تبقي، يعني انتي ما تبقيش احسن مننا، لا ما ينفعش. فاهمين الحته دي؟ فاللي هم دول بقى تعملي معاهم انت ايه، تديهم بالجزمه وتطيريهم من حياتك ومن حساباتك. ما تحطيش حد في دماغك خالص، عيشي حياتك وعيشي سنك وعيشي اليوم بتاعك، عديه زي ما هو حلو، طالما انت واثقه في نفسك ان انت كويسه وحلوه وجدعه وكل حاجه وطيوبه وعسوله وكل حاجه، وبتقفي مع القريب ومع الغريب. بصي سيبيها على الله وفوضي امرك لله. واي حاجه بتعمليها حلوه ما تزعليش عليها، خلي الحلو كله في حساباتك يوم القيامه.
بصي هتحتاجي كل الحاجة الحلوة اللي انتي بتعمليها في حياتك، صدقيني. الحلو اعمليه وما تندميش عليه. ولو انتي عايشة مع شخصية وحشة قولي حسبي الله ونعم الوكيل ويخلصك منها على خير، ايا كان بقى. يعني قولي الحمد لله. اهي البطاطين جايبينها لي من البلكونة ناشفة يا جماعة اهي. قولي الحمد لله وحاسبيني ربنا في اي حد يجي عليكي. واكيد ربنا مش هيشوفك مظلومة كده ويسيبك، لا ده هياخد لك حقك تالت ومتلت. سيام بقى قريبين منك بعيد عنك هيجيب لك حقك، هيجيب لك حقك. واقتسميهم واختصي منهم يوم الموقف العظيم. مع ربنا ما بيسيبش، لا قريب ولا بعيد. وسيبيها على الله. واللي انت شايف نفسك ان انت حلو واللي قدامك وحش، لا ده انت شخصية وحشة واللي قدامك احلى منك. خليكي كده. اه والله بجد عايزة اقولك ان انتي ما تبينيش ان انتي اتهزيتي من اي حاجة زعلتك في حياتك او اي موقف وقعتي فيه زعلك او ضايقك. لا 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 لا، خليكي قوية كده. خليكي ست قوية ووقفي وكملي حياتك. وزي ما انتي شايفة اهو، الأوضة دي كانت تضرب تقلب والله العظيم، حيطان وسقف وكل حاجة زعفتها وروقتها وخليتها زي القشطة. تخشي الأوضة كده تحسي داخلة فندق 5 ستارز، 7 نجوم والله. ولو في أعلى من 7 نجوم يبقى احنا والله يا جدعان. اه والله العظيم. اهو يلا تعالوا خشوا على اللي بعد كده. خلصت بقى الغسيل انا وظبطت الدنيا وروقت وسيقت وهبيت اللي في السقف وفي الحيط وظبطت الدنيا كلها. وحطيت اريال وكلور وميه. وقلت طبعا هشغل الغسالة على حاجة كده، لان دي شرابات بتاعت الولاد بحطها في باسكت كده وبقوم لماها وغسلاها اخر اليوم. اهو زي ما انتوا شايفين همسك حاجة بقى كده وهغسلها. مش هغسلهم كلهم مرة واحدة كلهم مع بعض، لان الغسالة عندي بتقولي ودع يا دنيا ودع على اللي باع وما كملش. اه والله العظيم ده بتودع، بتقولي انا بقولك اودعك. مم. مم. هودع الغسيل معك يا ولا يا واد يا نجم يا واد يا نجم. ايوه بقى. اه والله العظيم مش عارفه كنت بطلب من العيال ايه، بنادي على حد فيهم بقول لهم هاتوا حاجه من هنا. هي دي يا ماما؟ يقولوا لي لا. اقول لهم مش هي دي، هي دي مش هي دي حلاوه. السكر يا خراشي يا ناس يا خراشي يا بنتي. انا انت دمك خفيف جدا جدا والله العظيم. يا غلبي دي بطانيه يا جماعه. هحط بقى ايه مع البطانيه حاجه يعني برضك عشان ما تبقاش الحمل تقيل عليها، لان دي غساله فاهمين. طالما بتقولي وداع يبقى انا لا، انا خاف عليها شويه لحد ما تخلص لي شويه الحاجات اللي انا بحاول اخلصها. ومسكت بقى الحمام غسيل ودعيك مش عايزه اقولك كسوه مخده اللي هي كانت هناك، فقلت لهم هاتوها لي. بس زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. اهو الفيديو لو كان عجبكم ونرضكم متنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ومش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. اقول لكم سلام.